شركة الإسماعيلية دايما بتحافظ وتطور من تراث وسط البلد اللي اتربينا عليه عشان الأجيال اللي جاية. والنهاردة في مهرجان الجونة احنا متجمعين مع نجوم وفنانين السينما عشان نشوف ازاي اتطورت وحافظت على تاريخها من زمان لحد دلوقتي. صباح الفل عليكم. احنا النهارده من الجونة بنقدم لكم اول حلقة من على ايامي، برنامج بيقدم السينما زمان ودلوقتي. ايه الفرق؟ طبعا مع ناس بتشتغل في سينما دلوقتي، بس بنحاول نتخيل سينما زمان كانت عامله ازاي. ضيوفي النهارده اغنياء عن التعريف، بس يعني معلش ابتدي ليديز فيرست. ريم العدل، مصممه الازياء الكبيره لكن صغيره في السن. محمد شاكر، المخرج الكبير الفنان. ومحمد حفظي، منتج الكبير كبير كبير جدا. بس كده، فتابعونا بقى عشان هنسال حاجات عن سينما زمان وسينما دلوقتي. اول سؤال: ايه اول عمل فني عملته وقبضت فيه كام؟ كان عندي 14 سنة، كان سنة 94، وكانوا اعتقد 5000 دينار، ما يعادل ساعتها 20,000 جنيه مثلا. فاكر اول مبلغ قبضه شاكر لان كنت انا المنتج ساعتها. ومش هقول الرقم عشان عشان مش عايز اكسفك ولا اكسف نفسي. مش هقول. هو هيقول الرقم. سؤال. قول. 500 جنيه مثلا. انت قلتي لا؟ لا 600 جنيه في الاسبوع. 600 جنيه كده بجد؟ في الاسبوع. كان ايه العمل؟ لا مش مساعده، كنت بعمل كان اريد خلع. بس لو اقدر نعتبر الدي جي عمل فني. انا اول عمل فني اخدت فيه كنت دي جي فرح واخدت 250 جنيه، كنت بشيل السماعات على كتافي. لا بجد. طيب دلوقتي اعتقد انه مش هيبقى سؤال كده عام، هيبقى يعني لازم نرد احنا على الورق ونكتب ونشوف مين اللي رد صح. اجر محمود ياسين في شيء من الخوف كان كام؟ ها؟ انا 10 جنيه. انا 5 جنيه. كتبت 15، انا مزود 5 اهي. انا كاتب 22 جنيه عشان التضخم. الاجابه 5 جنيه. 5 جنيه، برافو برافو. اول فيلم رشدي اباظه المليونيره الصغيره، كان عنده كام سنه؟ انت عرفت؟ انا فاكر بس انا اشتغلت معاه. انت اشتغلت مع رشدي اباظه؟ 23. وانا 23. انا كتبت 14. 34. الاجابه 23 سنه. برافو. ايه ده؟ هو ده الكلام. من اهم افلام السينما المصريه فيلم الناصر صلاح الدين يوسف شاهين. الفيلم ده ايراداته كانت كام؟ منطقتك دي. لا انا مش دارس الحته دي. اكيد ما جابش 10 جنيه الفيلم، كنت هستخدم نفس الاجابه. 1000 جنيه. 200 جنيه يعني. يا لهوي ليه كده؟ 5000 جنيه. 1500 جنيه. 144,000 جنيه. ايه؟ نعم. ايه ده؟ في افلام بتجيب 144,000 جنيه دلوقتي لو رجعتي يا هند للستينات تحبي مين يكتب لك ومين يخرج لك وتمثلي قدام مين؟ صلاح جاهين، بس صلاح جاهين يكتب حوار. بالظبط. احسان عبد القدوس. محمد حفظي، لو كنت كتبت تيتو في الستينات كان نفسك مين يخرجه؟ كان نفسي يبقى اخراج مشترك بين عاطف الطيب وكمال الشيخ. اخراج مشترك؟ ريم العدل، ايه اكتر فيلم ابيض واسود كنت تحبي تتولي تصميم الازياء فيه واشمعنى؟ بس بقول على طول بديعه. اوه عشان انا نفسي اعمله، يعني لغايه دلوقتي امنيه حياتي حد يعمل بديعه واعمله تاني. محمد شاكر، ايه الفيلم القديم اللي كل ما تشوفه تقول كان نفسي اخرجه وكنت هتضيف له ايه؟ الرجل التاني، انا احب اعمله تاني. ارض النفاق احب اعمله تاني. الله، اتعمل مسلسل ارض النفاق تاني. اتعمل مسلسل. تفتكر مين ممكن يقوم بدور احمد مظهر في الايدي الناعمه دلوقتي؟ حد موجود دلوقتي؟ احمد عز. ده حلو، انا نفسي كلكم تبقوا احمد عز برضه. مين محمد رمضان الستينات؟ مفيش برضه. غريبه يعني. مفيش لا دي كده. ظاهره جديده اصلا، يعني هي دي جديده قوي على الستينات. يعني اقصى اصيع واحد يعني كان محمود المليجي. الله، ماشي، ده سؤالك يا حفظي. ايه؟ لو يوسف شاهين اخرج فيلم الشيخ جاكسون بس بطريقته، كان هيبقى عامل ازاي؟ يعني اولا كان هيمشي في شوي من ثالث يوم كتير.
لا بهزر والله ما بحبش قوي حبيبي مش قصدي. ماشي، بس ايه الميجر تشينج هيحصل في الفيلم؟ حاجه قول حاجه كان كده. هيبقى اولا كان هيبقى الشيخ البس، لان كان هيبقى جاكسون اصلا كان هيبقى لسه يعني ما اعرفش قوي. رقصات اكتر. انا شايفه هتشوف شوز اكتر من صح من ده صح. بالظبط. هو الاسم على ايامي لانه في ميكس ما بين زمان وسينما زمان وسينما دلوقتي. بس يعني احنا دلوقتي في احلى ايامنا الصراحه، والسينما في احلى ايامها، واحنا في مهرجان الجونه كده مبسوطين بافلام حلوه عربيه كتير ومخرجين ومنتجين وستات هيدز اوف ديبارتمنتس زي الفل. لا بجد وفيري تالنتد، فايامنا حلوه. باي.